اهلا بيك في حلقه جديده من كورس اهم المصطلحات والجمل في اللغه الانجليزيه. معانا النهارده مجموعه كلمات جديده وكمان حاجتين هيزيدوا في الكورس، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كرولوس وانت بتتفرج على قناه ديميستيفاي انجلش على يوتيوب. ابتداء من النهارده والحلقات الجايه هتلاقيني بدي لك امثله من مقاطع فيديو وافلام، يعني كل ما اديك كلمه واشرحها لك بمعانيها هتلاقيني كمان بدي لك عليها مثال ورد في فيلم او مقطع فيديو، والغرض من ده ان امرن ودنك على لهجه المتحدث الاصلي، نغمه الكلام، لاني بجهز لكورس في المستقبل همرنك على الاستماع من الافلام، يعني هنتعلم مصطلحات واستماع من الافلام، فطبعا محتاج اجهزك علشان لما اجي اشرح لك يكون عندك خلفيه عن الموضوع. الحاجه الثانيه ابتداء من الحلقه دي برضو هتلاقيني بنوه لك على بعض الاختصارات في الكلام. انت عارف ان الامريكان او البريطانيين بيختصروا في الكلام، ما بيقولوش الكلام المكتوب قدامك، يعني انت حتى لو بتشوف نص هتلاقي طريقه نطق الكلام والاختصارات بتاعته مختلفه. طب مش عايز اشغل بالك اكتر من كده، تعال نشوف معناه ايه النهارده. اول كلمه معانا النهارده هي able. الكلمه دي 99% من الاحيان مش بتيجي لوحدها، بتيجي مع حرف جر تاني وهو to، يعني هتيجي كده able to بمعنى يستطيع ان او قادر على. تعال ناخد مثال علشان الامور تتضح اكتر. She is able to swim. She is able to swim بمعنى هي قادرة على السباحة. He was able to help that director reconceive the character. He was able to help that director reconceive the character. على فكرة في طريقة تانية ممكن تقول بيها نفس المعنى، ممكن تقول she can swim. She can swim نفس المعنى ما اختلفش. في سؤال ممكن يكون خطر في بالك دلوقتي، انت بتقول she وشي دي مفرد، وانت قلت لنا لما بيكون الفاعل مفرد بنحط اس للفعل، ليه ما حطناش حرف اس هنا وقلنا she can swim؟ هقول لك مش هينفع. كان دي من الافعال اللي بنسميهم model verbs، افعال واخد بالك، يعني ده واحد منهم، يعني هم اكتر من واحد. هشرحهم لك برضو بالتفصيل لان ما ينفعش حاجه زي كده اقولها لك على جنب في حلقه، دي لازم لها حلقه لوحدها، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. اللي عايزك تفهمه واللي تاخد بالك منه فعلا ان الافعال دي لا بينضاف لها ولا بيتشال منها، ثابته كده، يعني ولا ينفع نحط لها اس او ing او نخليها ماضي، زي ما هي كده ثابته. الكلمه اللي بعد كده هي alone ودي بمعنى وحيد. خد بالك أنا مش بتكلم عن حالة شعورية بيمر بيها الإنسان، لأ أنا بتكلم عن إنك تكون وحيد في المكان، قاعد لوحدك يعني. إنما لو عايز تقول أنا حاسس بالوحدة أو إني وحيد شعوريا، أتمنى يكون ده مش حقيقي، هتقولها كده lonely. تعال ناخد مثال على الاتنين. الأول بمعنى وحيد في المكان I read when I'm alone. I read when I am alone. I read when I'm alone. أقرأ عندما أكون وحدي. كلمة when معناها عندما أو حينما، وخد بالك من نطق كلمة read، ما تقولش read، لا قول read. And you're remembering that you don't have to face them alone. And you're remembering that you don't have to face them alone. تعال ناخد بقى مثال لما يكون تقصد وحيد شعوريا. I feel lonely بمعنى أشعر بالوحدة. Sometimes I feel lonely even though there are lots of people. Sometimes I feel lonely even though there are lots of people. الكلمة اللي بعد كده هي become بمعنى يصبح. تعال ناخد مثال علشان نفهم أكتر. The child wants to become a teacher. The child wants to become a teacher. لما بنقول become a teacher بنقولها بسرعة، بنقولها كده become a teacher. become كأنها مكتوبة كده become a teacher. ولما بنقول wants to معناها يريد أن، حرف الجر to معناه هنا أن، و want يعني يريد. طبعا حطينا حرف s لأن احنا بنتكلم عن مفرد. فاكر لما كنت صغير وكان نفسك تبقى دكتور؟ أنا آسف إني فكرتك، بس تقدر تعبر عنها دلوقتي وتقول لي my dream was to become a doctor. My dream was to become a doctor بمعنى كان حلمي أن أصبح طبيب. To become educated. تعال ناخد الكلمة اللي بعد كده call. خد بالك من طريقة نطقها، ما تقولش call وتضمها، لا قول كده call. الكلمة دي ليها أكتر من معنى، تعال ناخد الأكثر شيوعا منهم. المعنى الأول إنك تسمي حد، تمام، ما يكونش عنده اسم وأنت تسميه. تعال ناخد مثال. أنا قابلتك في الشارع صدفة بس شفت معاك كلب، تمام، فسألتك اسمه إيه؟ أنت قلت لي I call him Jack. أنا أطلق عليه جاك، أو أنا بقول له يا جاك. كويس؟ I consider my work drawings but others call them painting. والمعنى التاني إنك تكلم حد في التليفون، ودي مشهورة
مثال I will call you back. I will call you back. سأكلمك لاحقا. أنا ليه أكلمك بعدين؟ وطبعا بعدين دي عمرها ما بتيجي. والمعنى الثالث إنك تقول اسم الشخص بصوت عالي أو إن أنت تنده عليه. مثال Dad calls my name. Dad calls my name. يعني أبي. Dad دي طريقة إنك تقول أبي، يعني زيها زي father بس طريقة casual شوية. calls my name. طبعا عارف ليه حطينا حرف S. calls my name يعني بينده على اسمي أو بينده عليا. تمام. الكلمة اللي بعد كده هي catch. catch الكلمة دي فعل بمعنى يمسك أو يلتقط، بس مش إنك تمسك حاجة ثابتة في مكانها، لا، حاجة تكون متحركة، يعني كورة طايرة في الهواء وإنت تمسكها. ممكن تعبر عنها كمان لما البوليس يمسك لص، لأن اللص مش بيكون مستني الحكومة تقبض عليه، أكيد بيستخبى أو بيجري هارب يعني. وكمان تقدر تعبر عنها لما تلقط دور برد أو تتعدي أو تلقط أي مرض ما. هديك أمثلة عليهم دلوقتي كلهم. الأول he catches the ball. he catches the ball. خد بالك من كلمة ball، ما تقولش ball، قول ball. ball. he catches the ball. الماضي من الفعل ده من الأفعال اللي شكلها بيتغير إطلاقا. فاكر لما قلت لك أحيانا بنضيف حرف ED علشان يجيب الماضي من الأفعال، وقلت لك دي أحيانا بس مش في كل الأوقات. الكلمة دي أو الفعل ده مثال على كده. الماضي بتاعها caught. caught. شكل الكلمة وصوتها اتغير. مثال I caught a cold. I caught a cold بمعنى أصبت بالزكام. Because I caught a cold. Because I caught a cold. مثال تاني the police caught the criminal. The police caught the criminal يعني قبضت الشرطة على المجرم. الكلمة اللي بعد كده هي country. country الكلمة دي مهم انك تعرفها على الرغم من بساطتها الا انها بتلخبط ناس كتير لكثرة معانيها، بس سهلة جدا. المعنى الاول دولة زي مصر يعني. المعنى التاني ريف، اقليم او مقاطعة. المعنى التاني ده يكثر استخدامه في بريطانيا. تعال ناخد مثال they live in a rich country. they live in a rich country إنهم يعيشون في دولة غنية. لو بتسأل نفسك ليه حطينا حرف A قبل كلمة country، أنا شرحتها في كورس القواعد الحلقة الأولى، تقدر ترجع لها لمزيد من التفاصيل. الكلمة اللي بعد كده هي monkey. monkey بمعنى كرد، ودي مشهورة جدا عندنا منهم كتير هنا. مثال the monkey is in the tree. The monkey is in the tree بمعنى القرد في الشجرة. ما نقصدش في الشجرة يعني بداخلها، لا، نقصد القرد موجود على الشجرة، بس بنقول في الشجرة لأن الشجر للحيوانات زي البيوت للإنسان بيعيشوا فيها. الكلمة اللي بعد كده هي thin. thin بمعنى نحيل أو رفيع أو رقيق، زي الصورة كده ممكن نوصف بها كتاب، موبايل وهكذا. مثال the phone is thin. The phone is thin يعني التليفون رفيع أو رقيق. We just want to remove this thin top layer. Just want to remove this thin top layer here. ونقدر نصف بيها شخص لما بيكون رفيع قوي. مثال the man is thin. The man is thin. خد بالك قوي قوي من نطق TH هنا. لو قلتها بالسين كده سن هيكون معناها ذنب، معصية أو خطيئة، وانت هنا مش بس غيرت صوت الكلمة، لا، انت جبت كلمة تانية خالص ومعناها اختلف. والراجل ده اللي كان رفيع قوي بقى مذنب. انت متخيل المعنى اتغير ازاي؟ يعني من شخص بس كل مشكلته ان هو رفيع لشخص مذنب مخطئ او عمل خطيئة. تمام. الكلمة الأخيرة هي word. word. word لاحظ نطقها word بمعنى كلمة. مثال the story has many words. The story has many words. many يعني العديد. The story has many words يعني القصة لديها كلمات كثيرة. طب انت كده وصلت لنهاية الحلقة. لو عندك اي سؤال او اي مشكلة في طريقة اي نطق كلمة او قاعدة، يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتات وانا بإذن الله هجاوبك. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.